جاكي شان راه واحد الميكروب في هذا الفيلم، كيمثل راسو شاب فاشل، ما قرا ما تعلم صنعه، ما دار حتى حاجه في حياته. حاجه وحده اللي تعلمها هو واحد الفن ديال القتال سري. كيبدا الفيلم مع هذا الشاب اللي سميتو شين لانغ، وهو كيتعلم الاسرار الخفيه ديال الكونغ فو. اللي كيدربوه هو جدو بوي، لان با وامو كانوا ماتوا في كسيده ملي كان هو باقي صغير. ديك الساعه هو عايش مع جدو اللي هو في نفس الوقت المدرب ديالو. خلال التدريب كيبان بانه ما كيحنش فيه، حيتاش الجد باغي يخلق من الحفيد ديالو بطل خارق يقدر يتصدى لاي مشكله واجهته في المستقبل. وهذا الشين كسول ومعكاز وما كيحملش التدريب، والمدرب ديالو اللي هو جدو كان كيقصح معاه في التدريب باش ما يبقاش فاشل وعايش في الضياع، ويتعلم يعتمد على نفسه. من بعد جدو خرج للفيلاج يبيع ويشري باش يجيب لهم طرف الخبز ما ياكلوا. اما هذا الميكروب ديال شين مشى كيدور في الشوارع، لا شغل لا مشغله، حتى بانت ليه هذه المجموعه اللي كتلعب القمر. تبع معاهم اللعبه اللي كيديروا الناس غير واحد شويه، هو يعيق لهم كاع بدوك القوالب اللي كيديروا. هو يعاون واحد من دوك الناس اللي تيقمروه حتى ربح واحد الطرف ديال الفلوس، قسموه هو وياه وزاد بحالته. ولكن دوك الثلاثه اللي كانوا تينصبوا على الناس قرروا انهم يتبعوه باش ينتقموا منه، حيتاش تسبب لهم في واحد الخساره كبيره. المهم شين غادي في طريقه ما عليه ما به، حتى كيخرجوا ليه دوك خوتنا بثلاثه وسط الغابه، وكان كل واحد فيهم عنده سميه ملاوطه. وشين كان ما باغيش يدابز معاهم لان جدو كان موصيه انه ما يدابش بداك الاسلوب اللي كيعلمو قدام الناس، لان هذا اسلوب قتالي سري. ولكن ملي شاف هاد خوتنا داخلين فيه طول وعرض اضطر انه يدافع على راسو، وبدا كيجندخ فيهم بالمهارات اللي علمو جدو. واول واحد غيبدا معاه الكومبا هو الثور النطاح، وكانوا مسمين عليه النطاح حيت كان الاسلوب القتالي ديالو كيعتمد على الضربات الراسيه. شد الثور النطاح في 10 ثواني علمو الصح من المزاح، وملي سالا معاه داز الهضره 6 تمساح. هو طويل وغليظ وشين تيبان قدامه ضعوق، الهجوم ديالو كان ثقيل والحركات ديالو كانت مشقرفه، وبالتالي عيا ما يحاول ويحاول. ولكن شين جابوا الارض بدقه صحاح. شويه دار لهادو جا الفراح، بقى عليه هادي الضر هادي تنفع، حتى ولا كيعرف الزنباع فين كيتباع ولا كيعرف التفاح فين كيتلاح. من بعد ما شدهم بثلاثه فرشخهم وعلمهم الاداب وطحنهم طحنه ديال الصح، وخلاهم شي مهرس شي مدقدق شي مقصح. قال لهم هاد المره اللي سميتو راجل فيكم يتعرض ليا. بديك الفلوس اللي ربح في القمر في الليل جاب معاه واحد العشيوه دايزها الكلام، هلا في راسو في جدو. ولكن جدو كان عارفو ما خدام ما ردام وما يكسب ما يعلام. منين جبتي الفلوس مسخوط الوالدين. وملي عرفو جايب هاد العشاء من فلوس تقمرت، قرر انه يعاقبه واحد العقاب شديد، وخلى غير طلع النهار هو يتقبط به. اولا لانه مشى كيقمر وجاب فلوس حرام، وثانيا لانه تقاتل مع ناس غرباء وخرج السر اللي كان مستأمنوا عليه اللي هو داك الفن القتالي السري. كيدربوا بقسوه وفي نفس الوقت كيعطيه دروس ديال الحياه. قال ليه بان هذه الرياضه ديالنا ماشي مجرد فنون ديال القتال، وانما هي دروس كتبني الشخصيه ديال الانسان باش يتحول من الفشل للنجاح. اخر وصاه ما يستخدمش هذا الفن السري الا في حاله الطوارئ. لغد ليه مشى شين يخدم مع واحد الراجل كيبيع الصنادق اللي كيدفنوا فيهم الموتى. من ظهروا الوقيته اللي كان كيعلموا الصنعه طيح عليه واحد الصندوق كبير كان غيقتلو، والمحل قال واقيلا شي غبي هذا وهو يجري عليه. ومني كان غادي في السوق راجع بحالته لدارهم، بالصدفه تلاقى مع الثور نطاح ومع راس التمساح ومع وجه الفراح. ولاحظ انه منين ما داز تيتبعوه واحد شويه طلع عليه الدم وهو يدور لهم. قال لهم عرفتوا لاش ديتكم هاد المره غنجفف بكم الارض ديال السوق كامل. هما قالوا ليه حنا ما جايينش ندابزوا معاك، حنا جايين نقترحوا عليك واحد الاقتراح غيخليك تربح فلوس كثيره. ومعاه هو كان مكحط غاسمع الفلوس هو يوافق بسرعه. هما يديوه عند واحد الساط داير فيها رجل اعمال، واقترح عليه انهم يفتحوا واحد لاصال يدربوا فيها الدراري. وعدوا انه في خلال شهور قليله غيولي لاباس عليه. وشين في الاول بقى متردد وحاير ما بين الفلوس وما بين جدو اللي لا عرفوا انه كيدرب هاد الستيل ديالهم غادي يشدوا يطحنوا عصا. لكن في الاخر وافق وحلوا المدرسه وبداو خدامين. من بعد شي ايامات قليله جا واحد الاستاذ كيدرب في مدرسه منافسه ودار لهم تحدي. ودخل رجل اعمال عند شين وقال ليه بان واحد الاستاذ منافس ديالنا كيتحداك وإلا انتصرتي عليه غتشهر. كاين شين الشهره هي اللي ما كانش باغي، لان لا تشهر جدو غيسيق ليه الخبار، ولا مشى تعرفو غيفرشخو. ولهذا غيمشي يتقاتل مع داك الشخص المتحدي وهو متنكر في حوايج ديال عامل النظافه كتمويه باش ما يعرفوا حتى واحد. وبالفعل نفذ الخطه ولبس الحوايج ديال العمال وخرج للقتال. وفي الاول هذاك الاستاذ المتحدي داخل سخون، عند بالو بانه تلاقى بشاب ضعيف ويدير فيه ما بغى. في الاول المعركه بيناتهم كانت متكافئه، دقه فيا دقه فيك،
ولكن ملي شين بدا كيستعمل ديك الوصفه السريه السحريه اللي علمها ليه جدو، قدر يشد هذا الاستاذ المتحدي فرشخو مزيان وجندخو وخلاه اضحوكه قدام التلاميذ ديالو. ومول المدرسه ملي شاف شين انتصر تلقات منه الخلعه وبدا كيفتخر، قال لهم هذه المدرسه ديالنا ولات هي الاولى في هذا الفيلاج، ما كاينش اللي يقدر عليها. وقبل ما يكمل هضرته جا واحد المتحدي واحد اخر، رجل الاعمال سال ليه الافتخار وشداتو الخلعه من جديد، والحل الوحيد هو يستعن بشين. قال له راه دبرت لك في واحد المتحدي جديد وخاصك لابد تنتصر عليه حتى هو باش سمعه المدرسه تبقى دائما الفوق. شين هاد المره ما غيتقاتلش فابور، بدا كيتفاوض مع الشاف ديالو وطلب ليه واحد المبلغ كبير. الفرصه جات بين يديه استغلها وعاد دخل لساحه المعركه. ولكن المتحدي هاد المره ما كانش بحال المتحدي الاول، كان مقاتل شديد وعنيد وكيستعمل واحد السيف ديال الساموراي. على شويه انتصر، ولكن شين بديك المهارات اللي كانت عنده وديك الخفه بقى كيتفادى الضربات ديالو وكيخوي بها. ملي دبر في واحد العصا عاد غيتبالى به مزيان، خلاه ما بقى عنده الجهد يهز التصرفيقه. والوقيته اللي كان شين كيتقاتل مع المتحدين ديالو وكيربح فلوس كثيره، جدو كان تصاب بواحد المرض خطير، وشين كان كيجيب ليه الدويات كلها اللي خاصه وكيشري ليه ماكله معتبره. ولكن الجد بقى كيتعجب من الحفيد ديالو كيفاش قدر يجيب هاد المصاريف كلها هو ما خدام ما ردام. وملي بدا كيراقبو اليوم غدا هو اكتشف بانه مخبي شي فلوس في الجرده ديال الدار. في الاول تهيأ ليه بان شين كيسرق باش يدبر على الفلوس، ولكن ملي بدا كيتبعو كيمشي موراه اكتشف بانه كيدير شي حاجه خطر من السرقه بالنسبه ليه، وهي انه كيتقاتل مع المتحدين بداك الاسلوب السري ديالهم. وملي كان كيتقاتل مع هذا المتحدي الجديد رد البال بان جدو حتى هو كيتفرج فيه، هو يشوف شي طريقه كيفاش يدير وعلق. وجدو كان تابعو باش يشدو ويهضر معاه، ولكن هو فرا مشيت عين اختفى. وجدو مشى موراه كيقلب عليه على الله يلقاه. من بعد واحد المده قصيره جا المدرسه هاد الشاف د العصابه اللي سميتو ين كيسول على جد شين اللي سميتو المعلم باي. رجل الاعمال ديما شاداه الخلعه دغيا وراهم فين ساكن، وما كانت واحد جوج حتى وصلت العصابه للدار ديال الجد. رئيس العصابه تحداه، ولكن كيف ما قلنا الجد كان مصاب بمرض خطير، اما رئيس العصابه ين كان مقاتل خطير بحال الدبابه بدون رحمه. استغل المرض والضعف ديال الجد وبقى كيطحن فيه عصا. شين كان راجع للدار ما عليه ما به، هو يشوف جدو خدام كياكل في العصا، بغا يمشي كيجري باش يعاونو، هو يشدو واحد الراجل ما كيعرفوش لان الشاف د العصابه قوي بزاف وغيقتلو. هذاك الراجل الغريب بقى شاد شين مزير عليه ومخبيين بجوج، وكيشوفوا الرئيس ديال العصابه كيدابز مع الجد واستغل المرض والضعف ديالو وتمكن انه يقتلو بديك التقنيه ديال المخلب النسر. شين تصدم الصدمه ديال عمره لانه كان كيشوف جدو كيتقتل قدام عينيه وما قدرش يعتقو. وهنا لحق عليه هذاك الرجل الغريب وقال ليه بانه كان صديق عزيز ديال جدو، وعرفه بنفسه وقال ليه بان الاسم ديالو المعلم تي، وقال ليه بان هذا رئيس العصابه اللي جا قتل ليه جدو هو المعلم ين، وقال ليه بان كانت بيناتهم عداوه طويله وقديمه العمر ديالها سنين وسنين. شين قال ليه عطيني العنوان ديالو نمشي ننتقم منه، ولكن المعلم تي قال ليه انت باقي صغير وضعيف وما عندكش خبره، ولا بغيتي تتحدى المعلم ين خاصك تدرب على اساليب جديده ونادره وسريه، لان المعلم ين من اقوى المقاتلين في الصين كلها. من بعد واحد المده شين بدا كيتاقلم مع الوفاه ديال جدو، وهذا المعلم تي بدا كيجرب معاه اساليب ويشوف رده الفعل ديالو، وبدا كيستعمل معاه هذا الاسلوب باش يحسن المهارات ديالو. ومع الوقت بدات الصداقه كتكبر بيناتهم ولاو بحال الابن والاب ديالو، وكان بيناتهم واحد الوعد قاطع انهم ينتقموا للمعلم باي اللي قتلوا رئيس العصابه. وبدا المعلم كيدرب شين تدريبات قاسيه وشاقه وعنيفه لانه كان عارف بان رئيس العصابه قوي بزاف وممكن يقتله. اما شين فكان كيصبر لهذيك المشقه كلها لان كان عنده هدف واحد هو انه يلتقم لجدو وياخذ حقه. هادشي اللي خلاه في وقت قصير المستوى ديالو يتحسن بزاف، والمعلم تي علمو حتى كيفاش يتحكم في التنفس ديالو. ومن بعد فتره طويله من التدريبات الشاقه والعنيفه المعلم تي دا شين المدينه باش يفوج ويتسارى ويرتاح شويه من داك الجو ديال التدريبات والرياضه والاعمال الشاقه. وملي كان كيتسارى بان ليه واحد السيد كيبيع اللعب ديال الاطفال وتهيأ ليه بحال جدو، ورجعت ليه الحاله ديال الحزن. واحد شويه لاحظ بان رئيس العصابه خدام كيتسارى هو الاتباع ديالو في المدينه. شين ما شعرش وناض هجم عليهم، ولكن بطبيعه الحال المستوى ديالو كان باقي ضعيف وما يقدرش على رئيس العصابه. هو يشدو رئيس العصابه عطاه ملخه ديال العصا لانه كان باقي خصو المزيد من التدريب.
في واحد اللحظة رئيس العصابة تعصب لواحد الدرجة انه كان غيقتل شين، ولكن لحسن حظه في اخر لحظة المدرب ديالو المعلم تي كيتدخل وكيعتقو من اليد ديال رئيس العصابة وكيقول ليه بان هذا راه ولدي وبانه حمق ما عندوش العقل واللي لقاه كيدابز معاه. وملي رجعوا للدار المعلم تي قال للتلميذ ديالو شين بانه حمق وما عندوش العقل بصح لأنه مازال ضعيف، في حين أن رئيس العصابة معلم قوي وممكن يقتلوه في أي لحظة. وشين حس بالضعف وبالحزن لأنه ما قدرش ياخذ الحق ديال جده. المعلم تي قال لي غنعلمك واحد التقنيه سريه هي تقنيه المشاعر، وهاد التقنيه كتنقسم لثلاثه الاساليب. الاسلوب الاول هو الاسلوب الحزين، وهذا الاسلوب كيعتمد على تفادي واستنزاف قوه الخصوم. اما الاسلوب الثاني فهو الاسلوب السعيد، وفيه المقاتل كيعتمد على السرعه وتشتيت انتباه الخصوم. الاسلوب الاخير فهو اسلوب الغضبان اللي كيعتمد على القوه التدميريه ديال الضربات باش تقضي على العدو. وفي هذا النهار شين سال التدريب ديالو ورجع للدار كيف العاده، ولكنه ما لقاش المعلم ديالو ولاحظ ان الدار كلها مقلوبه. وملي خرج باش يقلب على تي وسط الغابه لقى واحد المجموعه كتنتمي للعصابه خدام كيسلخوا فيه. ديك الساعه دخل معاهم في قتال دفاعا عن الاستاذ ديالو، وملي شافوا راسهم كتار هو بوحدو حقروه. ولكن هو بديك الاساليب اللي تعلم عطاهم قتله ديال العصاب ثلاثه عياو ما يتناقضوا حداه، ولكن هو بداك الاسلوب ديالو ديال المكر والخداع في القتال ما خلى لهم حتى شي فرصه باش ينتصروا عليه. بقى كيطنطن فيهم حماهم بثلاثه وانتصر عليهم. وهنا جا الشاف العصابه المعلمين اللي ما رضاش بالهزيمه وبدا يقتل في المنهزمين. وكانت هذه الانطلاقه ديال المباراه النهائيه ما بين شين والمعلمين. في الاول المعلمين سيطر على القتال سيطره تامه لانه محترف والخبره ديالو كبيره بزاف، طحطحوا بديك التقنيه ديال قبضه النسر. ولكن مع استمرار القتال شين بدا كيلتقط الانفاس ديالو وكيتفكر دوك الاساليب السريه اللي علموا الاستاذ ديالو، وبدا بالاسلوب ديال المقاتل السعيد. والمعلمين ما فهم والو، ولا الضربات ديالو ما كدي حتى حاجه من شين. وفي هذه اللقطه شين انتقل للاسلوب ديال المقاتل الحزين وبدا كيتفادى العصا وفي نفس الوقت كيبكي، وبدا كيرخي الجسم ديالو باش كيتقل على ديك القبضه ديال النسر وما كدي منه لا حق لا باطل. وفي الاخر استعمل الاسلوب ديال المقاتل الغاضب، وحتى المعلمين كان بدا كيفقد الثقه في نفسه وبدا كيعيا. وهنا شدو شين بقى كيطنطن فيه وجندخ فيه حتى لهاد اللقطه فاش ضربوا ضربه ما لها دواء وطاح ميت. وبهذا الشيء غيكون انتقم لجدو ورجع الكرامه ديالو اللي كانت ضاعت، ورجع حتى الحق ديال المعلم تي. وحتى لهنا نكون وصلنا لنهايه الفيلم. ما تنساوش اللايك والاشتراك. نتلاقاو في فيلم جديد. تهلاو.